ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ هنتكلم في الفيديو ده عن مسلسل حاله خاصه، اشهر مسلسل في مصر دلوقتي، وتقريبا من اكتر المسلسلات اللي فعلا عجبتني في الفتره الاخيره، ويعني لا اندمجت معاها قوي، لان انا اصلا ماليش قوي في المسلسلات، فاما مسلسل يعجبني واكمله للاخر واكون فعلا طالع مبسوط منه واطلع اتكلم عليه كمان، فعند ده دليل ان انا عجبني جدا المسلسل ده. واول حاجه كده يعني اكتر ايجابيه بالنسبه لي فيه فعلا انه المسلسل بدا حلو وكمل حلو، مش زي كده في مسلسلات كتير بتشوفها اليومين دول تبقى بادئه حلوه، برضه مسلسلات قصيره 10 15 حلقه او 8 حلقات حتى يبقوا بادئين حلوين قوي، ويجوا في الاخر كده تحسهم كروته، تحس ان النهايه لا مش زي البدايه خالص. لا ده بدا حلو قوي وانتهى حلو جدا، برضه كانت نهايه جميله عموما، وفرول انا طالع مبسوط منه جدا، بس برضه طالع منه عندي بعض المشاكل شويه. المشاكل دي ما اثرتش على متعتي في المشاهده خالص، لا انا ستيل بقول انه مسلسل حلو جدا، بس يعني حسيت ان انا عايز اطلع اقول المشاكل دي شويه، اقول ليه برغم المشاكل دي انا برضه استمتعت بالمسلسل جدا. وكمان لما لقيت كمان في ده كتير منتشر اصلا، الناس تقول النهايه حلوه قوي وناس ثانيه مش عاجبها النهايه قوي، فيعني انا حسيت ان انا رايي ميكس ما بين الناس دي كلها. وبالنسبه لي هي مشكله واحده، القصه مش فكره انها وحشه او ناقصه خالص، بس تحس ان التفاصيل فيها مش كفايه، تحس التفاصيل فيها كانت ممكن تزيد عن كده، برغم على فكره ان القصه دي مظبوطه جدا 10 حلقات، يعني هي القصه دي متفصله بالظبط على 10 حلقات. الحلقات انا فاكر كل حلقه ولا حلقه كانت ممله ولا حلقه كانت سريعه، كل حاجه تحسها ماشيه بالسرد المظبوط بتاعها خالص، بس القصه نفسها كان ممكن تبقى اكتر من كده، الحلقات نفسها كانت ممكن تزيد. انا شايف المسلسل ده كان ممكن يبقى 15 حلقه او حتى 12 حلقه، وكان يبقى فيه تفصيل اكتر من كده شويه. يعني اول حاجه بالنسبه لي انا ما حسيتش بنسبه 100% المعاناه بتاعت نديم، انا ما حسيتش المعاناه بتاعت الشخص اللي عنده توحد، لا وما تفهمنيش غلط طبعا، انا طبعا حسيت او فهمت اللي بيمر بيه والمشاكل اللي بيمر بيها والكلام ده، بس ما حسيتش ان المعاناه كانت قويه للدرجه اللي هي، يعني انا مش حاسس ان دي الحياه العامه بتاعت اي شخص بيعاني من التوحد ده، يعني حاسس الموضوع بيكون او المفروض يكون اصعب من كده شويه، المفروض يكون في تفاصيل اكتر من كده. يعني مثلا نديم دخل المكتب كل الناس اللي في المكتب بيحبوه او كل الناس عرفوا يتعاملوا معاه تمام، وعشان بقى الصدفه برضه يطلع كمان مديره المكتب عندها ابن متوحد، فهي كمان برضه تعرف تتعاطف معاه نوعا ما وتعتبره زي ابنها، وطبعا واحده من الناس اللي معاه في المكتب تلتفت له وتعجب بيه شويه، واحده في الاخر يحبوا بعض في الاخر مع بعض. النهايه السعيده طبعا كويسه مفيش حاجه، احنا كده كده هو طبيعي المسلسل ده تبقى نهايته سعيده، لان يعني مش هنحب ان احنا نشوف مثلا شخص زي ده بالمرض اللي عنده ده او بالمشكله اللي عنده دي في الاخر يبقى نهايته حزينه او حاجه، لا بالعكس ان هو مسلسل عايز يديك امل نوعا ما. بس انا بتكلم التفاصيل اللي على مدار المسلسل نفسها، انا ما حسيتش بالازمه الكبيره اللي هو بيمر بيها. يعني اكتر ازمه انا حسيت بيها بالنسبه لي انا مثلا هو ما كان عز كان عمال ينصب عليه في القضايا وسرق منه فكرته في قضيه والتاني ضحك عليه فيها وقال له لا طب خلاص طب اطرف انا مكانك والكلام ده، وحتى دي ما طولتش، يعني هي دي حصلت مره ولا مرتين كده وخلصت. والمشكله حتى انت هنا مش بتشوف معاناه الشخص نفسه فيها، انت يعني اللي حصل هو رد فعل الجمهور على اللي بيحصل هو اللي فرق. يعني واحنا بنتفرج احنا اتاثرنا، احنا شفنا ازاي ان هو بيضحك عليه وهو مش مستوعب ده، او هو مش متجمع ده، هو مش فارق مع ده. انما كشخص نفسه نديم نفسه انا ما حسيتش بالمعاناه اللي هو عاناها، هو واحد متاقلم على الوضع عادي جدا، متعايش جدا، ما عندوش اي مشاكل. يعني هي بالنسبه لي المشاكل اللي فعلا اللي حسيت بيها شويه او الصراع ان المعاناه اللي بيمر بيها نديم فعلا هي لما جميل مات، ولما كان هو فاكر ان رمال عايزه تتطلق وهو مش عايز يطلقها عشان هو بيحبها والكلام ده، وفعلا طه دسوقي عرف يوصل الحاجات دي يعني بشكل كويس جدا. اداء طه دسوقي كان جامد جدا في المسلسل ده، وبالذات بقى سيبك ان هو يعني عشان ده اول بطوله مطلقه ليه، وان هو ده ممثل كوميدي اصلا وده اول اداء درامي ليه، كل ده طبعا محطوط في الاعتبار، بس الفكره ان الدور نفسه كان صعب جدا، لان الشخصيه دي ده واحد المفروض يبين لك ان هو متضايق من غير ما يعبر عنها 100%، لان هو بالنسبه لطبيعه الكاركتر دي هو واحد ما بيعرفش يعبر زي بقيه الناس زي الناس طبيعيه، فهو مطلوب منه ان هو في بعض المشاهد بس بمجرد نظره من عينيه يوصلك هو حاسس بايه او اللي هو عايز يعبر عنه بس هو مش قادر يعبر عنه. طبعا الاداء كان رائع جدا، والاداء هو اللي يعني اللي خلاني فعلا احب الشخصيه دي واندمج معاها وبرضه اتاثر بيها. بس زي ما قلت انا ما حسيتش بالمعاناه الكبيره على مدار المسلسل، وحتى حوار لما عز كان منصب عليه في القضايا الموضوع ما طولش خالص، وفي الاخر عز نفسه اللي هو اللي بيقوم دور حسن بروس برضه بقى شخص كويس في الاخر، فتحس الموضوع بدا وخلص كده فما فيش. ما حسيتش مثلا يعني عايز اشوف حد بيستغله في حاجه مثلا حد بينصب عليه كده، ما حسيتش بالمعاناه بتاعت الشخص المتوحد جوه المجتمع. حتى حل القضايا كان بيحلها بسهوله جدا، كان نفسي احس ان في حاجه بتقف معاه شويه، يعني هو نفسه يعني مش بان هو مش عارف يعبر، لا هو نفسه عنده ازمه ان هو مش عارف يعمل الحاجه دي. يعني حتى ده اول مرافعه عليه كانت باين في الحلقه الرابعه، انا كنت متاكد في الحلقه دي وانا بتفرج ان هو مش هيترافع او مش عارف يترافع بالسهوله دي، باين ان هو ما كانش عارف يترافع في الاول وعم قاعد يتفرج على الفيديوهات عشان يترافع بيها والكلام ده، بس خلاص لما جت الحلقه ظبط وعرف يترافع كل حاجه. تحس الموضوع كان سريع شويه نسبيا، مش بقول ان الموضوع ده قلل من متعتي خالص في المشاهده ولا حتى خلاني ما احسش بالشخصيه وما اهتمش والكلام ده، لا نهائي، بس لو تحس انت كنت عايز تشوف تفاصيل اكتر من كده. يعني مش بقول لك الحاجات دي حصلت بكروته او انها كانت مستعجله والكلام ده، خالص بالعكس معاناته مع موت جميل دي بالذات كان مشهد رائع،
المشهد اللي هو عرف فيه ان جميل مات. المشهد ده كان بجد هو فعلا طه دسوقي نفسه نفذه بشكل حلو جدا، وقصه الحب اللي بينهم من رام الله واحده واحده ما بداوا يوصلوا في الاخر لما قالوا ان هم بيحبوا بعض والكلام ده برده كانت نفذها حلو قوي. بس يعني انا كنت عايز اشوف تفاصيل اكتر في حياه الشخص المتوحد ده، المشاكل اللي هو بيعاني بيها، ده اللي انا بتكلم فيه. بس زي ما انت برضه ده ما قاليش من متعتي خالص في المشاهد، لان في الاخر هو مسلسل 10 حلقات، وزي ما قلت هي قصه متفصله عن 10 حلقات دول. وغير بقى كده يعني هنا بقى نيجي بقى نتكلم عن الاخراج، لان الاخراج هو اللي كان فعلا رائع. المخرج عبد العزيز النجار ده اول عمليه اخراج ليه، وده في حد ذاته خلاني انبهر بالاخراج اكتر. هو شارك في اعمال قبل كده كتاليف، هو مؤلف اصلا، شارك في كتابه مسلسل مين قال، وبان برضه مسلسل بيمبو، بس دي اول عمليه اخراج ليه. فيعني دي خلتني انبهر جدا، لان فعلا الاخراج كان تحفه. اعلى حاجه في الاخراج هنا انه عرف يستغل كل حاجه في المسلسل لصالحه عشان يطلع بالعمل ده. ومش بس كده كمان، ده بالعكس انا ممكن اصلا اقول ان الاخراج خلاني اتغاضى عن المشاكل اللي انا قلت عليها في القصه. ويعني كمان يعني اللي هو تحس ان لو اللي انا قلت عليه ده كان اتحط، يعني العيوب او الحاجات الناقص دي لو كانت اتحطت كانت مش هيطلع مسلسل بنفس الليفل ده، مش بنفس ليفل المتعه ده. كان ممكن تقول عليه عيب في المسلسل او حاجه اوفر شويه، لان هو المخرج كان حابب يعمل مسلسل فيه جود شو، حاجه كده لذيذه، حاجه تناسب العيله كلها تتفرج عليها، مش لذيذه لا خفيفه او لايت خالص، بس يعني اللي هو ايه، مسلسل معتمد على الكيمستري ما بين الكاست بتاعه، في دراما حلوه بس في نفس الوقت ما تبقاش دراما تقيله قوي، يعني ما تبقاش يعني دراما بزياده، برده في اللحظات المبهجه او المبسطه اكتر. وطبعا عشان يحقق كل ده استغل كل حاجه زي ما انا قلت، الكيمستري ما بين الممثلين كلهم كانت حلوه جدا. انت تحس فعلا ان الناس اللي في العمل ده كانوا مبسوطين وهم بيشتغلوا، فكان في روح حلوه جدا في المسلسل ده، في سنه تحفز حلو كده برده، انت بتتفرج وانت مبسوط، اللي هو انت لا هو عمل درامي قوي، لو عمل مثلا خفيف خالص انت شايف اللي انت بتتفرج عليه ومبسوط منه قوي. والكيمياء اللي ما بين الممثلين هي عامل رئيسي في كده، والموسيقى التصويريه برده، بس يعني حاجه لها بعد شويه ده عشان الموسيقى دي كانت حوار لوحدها. يعني مثلا مشهد من اكتر المشاهد اللي عجبتني انا في اخر حلقه خالص، لما كان نديم ورمان قاعدين مع بعض وكان بيقول انا هيفتح مكتب، وهي بتهزر معاه في الاخر بتقول له طب ايه بقى هتشغلني معاك ولا نقدر ناكل بتنجان وكده مثلا، حاجه زي كده. وبعد كده قام هو ضحك ضحكه تحس هو كان مبسوط من كلامها اللي هو كهزار، يعني حاجه ضحكته فعلا. المشهد نفسه بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه، بس التمثيل والكيمياء اللي ما بينهم هم دول فعلا حل المشهد جدا. والموسيقى التصويريه جت بعدها محسسك بدفء نوعا ما، الكيمياء اللي بين الممثلين عموما طبعا مع الموسيقى، والتمثيل نفسه كان رائع من كل الناس. طه دسوقي طبعا زي ما قلت في الاول كان تمثيله جامد جدا. حسن ابو الروس عرف يقنعني قوي بالشخص الرخم النصاب اللي ممكن يعمل اي حاجه عشان خاطر يوصل، وفي الاخر لما جه يعتذر لعبير في اخر في برضه الحلقه التاسعه باين، وتشوفه بقى هو ندمان وفعلا عايز يغير نفسه كده، برضه انت مصدقه. وطبعا يعني هو ده بسبب التمثيل، بالعكس يعني انت ممكن تجادل اصلا ان كقصه الموضوع ما كان يعني تجيب سرعه شويه، بس انت مقتنع باللي بيحصل ده ومبسوط منه عشان التمثيل يخليك كده مثلا تشوف. يعني لو هو مثلا لو كان استغل حته ان هو كان بينصب على نديم وكده ويسرق منه القضايا او افكاره في حل القضايا يعني وكده، وكان حصل حاجه جد فعلا بسبب الموضوع ده، ممكن انت كمشاهد ما كنتش تتقبل المشهد اللي هو جه يعتذر فيه في الاخر، وفعلا هو عايز يصلح نفسه او يتحسن وكده. عشان كده بقول فعلا هي القصه مظبوطه على المسلسل ده، والمخرج عرف يستغل كل ده لصالحه. الممثلين كلهم كانوا عاملين ادوار عاليه جدا. غادة عادل ممكن يكون ده فعلا عوده ليها، لان يعني ده احسن دور ليها من مده طويله جدا، والدور فعلا كان صعب، لان هي فعلا عايزه تطلع لك دور الست المسيطره القويه، الشخصيه القويه، في نفس الوقت عايزه تطلع لك واحده مقهوره مظلومه من جوزها وعارف ان هو بيخونها، وفي نفس الوقت عايزه تدارش خاطر ابنها وعشان تفضل محافظه على مركزها. هي عرفت توصل ده حلو جدا بتعبيرات الوش، يعني من غير اي حاجه. هو الحقيقه الممثلين كلهم كانوا بيعرفوا يوصلوا كل حاجه بتعبيرات وشهم. هاجر الساج برضه كان تمثيلها كويس جدا، ما كانش فيه افوره وما كانش فيه برود ولا حاجه، يعني انت تحس انت يعني حطيتك فعلا في موقف انت مش فاهم هي عايزه ايه. انا عجبني ده قوي. وعلى فكره انا عمال اقول القصه فيها وفيها، بس برضه القصه حلوه جدا، يعني فيها حاجات حلوه جدا. انا عجبتني كتاب شخصيه رام الله جدا، انت مش فاهم الدفعه بتاعتها لحد الاخر. هي واحده جايه لها كذا فرصه انها يعني تبقى مع كذا حد وكذا حد عايز يتجوزها والكلام ده، وهي بتحب حد معين ومعجبه بنديم شويه وعماله تجرب في ده وفي ده، بس في الاخر يعني تبقى نديم الشخصيه بتاعته ايه اللي خلتها فعلا تحبه وتبقى عايزه تكمل معاه. دي انا حسيتها كانت معموله بشكل حلو، مش هي حبته بقت معاه من الاول خالص، وخصوصا برضه باين ان هي ممكن ما تستحملوش بسبب طبيعته وكده. فدي انا حسيتها حلوه جدا عن نفسي. برضه المشهد اللي كان ما بين نديم وعمه كان مشهد حلو جدا، يعني عجبتني اول حته ان هو تحس ان هو التوحد اللي عنده، الحاجه اللي خلته مش طبيعي، الحاجه اللي تخليه نوعا ما بيعاني من بعض الازمات، هي دي في نفس الوقت خلته يبقى قوي قدام عمه في الاخر، ان هو اصلا مش فارق معاه انه ينتقم، مش فارق معاه حاجه. الذكاء اللي عنده خلاه فعلا بقى ناجح، والفلوس اللي عرف يجيبها، هو معاه فلوس وحتى مش محتاج من عمه فلوس اصلا. الفلوس اللي جابها من ساعه البرنامج اللي كان في اول حلقه خالص ده كانت حلوه قوي. دي عجبتني ان هو يعني جابوا لك المصدر ازمته وناس هو ده اللي قواه قدام عمه، ده اللي خلاه ينتصر فعلا في الاخر. كان مشهد حلو جدا. برضو كتابه شخصيه جميل كانت حلوه جدا، الشخصيه نفسها كانت تحسها واقعيه قوي. وطبعا بقى الاداء التمثيلي بتاع نبيل علي ماهر كان رائع. الراجل فعلا ما كانش يحسسك ان هو بيمثل تحس ان فعلا ده موجود، يعني هو الراجل ده موجود كده حقيقي فعلا، ما تحسوش ان هو كان فيه تمثيل نهائي. كان اداؤه عالي جدا، ويعني بالنسبه لي الشخصيه دي عموما هي دي فعلا اللي ودت المسلسل في حته ثانيه. هي فعلا الشخصيه دي اللي خلتك تحس يعني هي فعلا تحس ان هي الشخصيه دي خلتك تحس نوعا بالدفء اللي في المسلسل اللي كنت بتكلم عليه. دي خلتك تحس اللي هو الفيل جود بتاع المسلسل، انت تحب كده حاجه حلوه تحب تتفرج عليها. اداء احمد طارق
برده كان حلو جدا، اللي هو عمل ياسر كان اداؤه حلو قوي برده. هو التمثيل كله عموما في المسلسل كان حلو جدا، بس يعني الناس اللي عملت له منشن دول بالنسبه لي كانوا هم دول الستاند اوت، بس هم الكاست كله كان تمثيله جامد. حوارات كانت فظيعه برده الخاصه بالكتابه، هي القصه فعلا حلوه، يعني القصه حلوه والعناصر بتاعتها حلوه، وزي ما قلت يعني هو الكاتب استغل يعني وعرف يكتب المسلسل بالظبط بالنسبه للمود اللي المخرج حاطه فيه. بس يعني اكتر من كده فكانت هتبقى افوره. وبرده مؤلف مهاب طارق ده برده اول عمل ليه، اول عمل درامي واول عمل ليه عموما، ممكن يكون عمل افلام وثائقيه بس يعني كعمل سينمائي او درامي لا ده اول عمل ليه. فيعني دي برده حصلت حاجه مبهره جدا وحاجه حلوه برده. انا قلت الجمله دي كتير بس يعني ونكررها تاني مش مهم، ان هو فعلا برده المواهب الجديده لسه بتكتشف. يعني برده دول ناس كلهم ناس شباب برده، يعني بالنسبه للكاست كله والمؤلف والمخرج، فلا يعني فعلا هو برده كان عمل حلو جدا. الموسيقى التصويريه بقى، موسيقى الموسيقار الكبير هاني شنودة، الموسيقى كانت فظيعه. هي مش يعني مش حاجه جديده اتقالت في هي الموسيقى كانت فظيعه، موسيقى كده تسمعها لوحدها، تونز تسمعها لوحدها بس. وفعلا الموسيقى كانت معليه المشاهد قوي، ودي برده نوع عمل خليني احس ان القصه نفسها مش اقوى حاجه، او يعني زي ما قلت لك كان فيها بعض التفاصيل اللي كانت ممكن تتحط، لان الموسيقى كانت مسيطره، الموسيقى كانت مسيطره قوي. الموسيقى كانت هي اللي فعلا بتحدد مود المشهد، وكانت هي فعلا بتخليك تندمج اكتر وتتاثر. في العادي دي حاجه حلوه جدا الموسيقى تبقى هي المسيطره، بس تخيل لما انت مثلا يعني انت اي عمل فيلم او مسلسل لو الفيلم ده او المسلسل ده مكتوب حلو قوي، قصته معموله حلو يعني الاخراج كويس وكده، لو الموسيقى اللي فيه لو فرضنا ان موسيقى جامده جدا اتشالت او مستوى الموسيقى قل شويه، مش اتشالت برده يعني مستوى الموسيقى قل شويه، المفروض ما تفرقش كتير. هنا انا مش حاسس كده، يعني هنا انا حاسس الموسيقى لعبت دور كبير قوي. وهي دي بقى اللي كنت بقولها برده في اشتراط المخرج، انه عارف يستغل العناصر دي كلها، عارف يستغل الممثلين، الكيمياء اللي ما بينهم، احداث القصه عشان يحط المود الصح. يعني انا شايف ان فعلا من غير الموسيقى دي، لو الموسيقى دي كانت اقل من كده، لا تقييم المسلسل، متعه المسلسل، الضجه اللي عاملها، كل حاجه لما اعتقد انها هتبقى اقل من كده. بس برضه في الاخر ما اقدرش اقول اي مشكله من اول كلام ده قللت من متعتي في المسلسل النهائي. انا استمتعت بيه جدا، وهي دي فعلا ميزته، ان هو اي حاجه في يعني اي حاجه بتاثر تحس كده في حاجه ثانيه مكمله. يعني كانت القصه تخش مثلا في اقوى حاله ليها، يعني مثلا الاخراج كمل، الموسيقى، التمثيل، وهكذا، كل حاجه كانت محطوطه بليفل مظبوط. حتى القصه زي ما قلت هي مناسبه للنوعيه، هي مناسبه للمسلسل ده. يعني هي عشان المسلسل يطلع بالصوره دي، الفيل جود مسلسل ينفع العيله كلها تتفرج عليه، حاجه فيها دفء كده. فعلا هي كانت ممكن لو كان زودوا تفاصيل زي ما انا كنت بقول كانت ممكن فعلا ما تبقاش بنفس المستوى اللي طلع فيه دلوقتي. مش كده فاكر انا انبسطت بيه جدا، وفعلا هو بدايه مبشره جدا ل 2024 وحددت 8 من 10. وبس كده، ده كله ممكن على مسلسل حلقه خاصه. انتوا شفتوا المسلسل ولا لسه؟ لو شفتوه اكتبوا رايكم في الكومنتات، لو ما شفتوش روحوا شوفوه واكتبوا رايكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وشغلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، وسلام.